الله الرحمن الرحيم. محمود محمد من جمعية علماء تعالى أن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. وأسأل لأستاذنا رجاء فطانة حفظه الله بالبركة في العمر وبالصحة والعافية. بما أن المؤتمر باسم العدالة والرحمة والسلام، نحن كتركستانيين نرجو ونتمنى أن نعامل بالعدل من طرف المسلمين على الأقل. إن لم يكن هذا العدل من الحكومات المسلمة فليكن على الأقل من الحركات الإسلامية والعلماء والشعوب المسلمة، لأن الحكومات الإسلامية تؤيد الصين في إجراءاتها ضد الإسلام والمسلمين في تركستان في المحافل الدولية في كل مناسبة وبغير مناسبة. ولذلك أنتم هنا ممثلون عن الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية، بعضكم قد تكون مشارك في الحكومات والبعض الآخر كمستقلين أو كحركات بعيدة عن الحكم. ولذلك فليكن لكم ولحركاتكم موقف شرعي انطلاقا من موقف شرعي لما يحدث في تركستان الشرقية، لأن كما هو مشاهد ومشاع هناك ظلم لكثير من البلدان الإسلامية، وهناك حروب في كثير من البلدان الإسلامية، ولكن الحروب والظلم في كثير من البلدان يقع على المسلمين دون الدين دون الإسلام. ولكن في تركستان هذا الظلم وهذا العدوان تمس الإسلام كدين ويمس المسلمين كشعب. الصين كما تعلمون تدعون دائما أنها تمارس هذه السياسة بسبب أو بادعاء محاربة الإرهاب والتطرف في تلك المنطقة، ولكن نحن نقول كتركستانيين ما علاقة محاربة الإرهاب والتطرف بهذه أكثر من 15,000 مسجد في خلال 4 سنوات؟ ما علاقة المساجد أصلا بالإرهاب؟ وما علاقة محاربة الإرهاب بتجميع القرآن الكريم والكتب الدينية من بيوت المسلمين وحربها في الميادين العامة؟ وهذا ما يحصل. ما علاقة الإرهاب بحرب القرآن الكريم؟ وما علاقة الإرهاب بشعار الحياة؟ حتى في بكين أو غيرها من المدن ممكن قد قرأتم عن هذا، الصين مسحت أو منعت المطاعم من إطلاق على تلك المطعم أنها حلال أو تقدم طعاما حلالا. وما علاقة الإرهاب بإجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر أو غيرها من المنكرات؟ هل تصدقون أن الصين فعلا تحارب الإرهاب؟ أصلا ليس هناك إرهاب إلا إرهاب الدولة، ولذلك عليكم أن يكون لكم موقف شرعي لما يحدث للإسلام، حتى وإن لم تهتموا بالمسلمين على الأقل اهتموا بالإسلام وبحرمة الإسلام وبحرمة القرآن الكريم والكتب الصحيحة من الأحاديث. لأني أرى والسبب في ذلك أن كثيرا من المسلمين يعلقون الآمال على الصين، أنهم يريدون أن يتقوى بالصين ضد الإمبريالية الأمريكية. وكثير حتى من الإسلاميين من يتحدث أنه يتقوى بالصين ضد أمريكا. ولكن إذا عدنا إلى ديننا وإلى مصادرنا الأصلية هم يغفلون عن كثير من الحقائق الشرعية. أول هذه الحقائق أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المسلمين بتوازن القوى العالمية، ولكن ينصر المسلمين إذا اعتمدوا على ربهم
ارتبطوا بدينهم ارتباطا جيدا وحسنا، وإذا كانوا مسلمين حقا أن الله ينصرهم. وثانيا عندما ننظر إلى القرآن الكريم يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والذين أشركوا هم أشد الناس عداوة. أليس السنيون مشركون يعبدون البوذا أو شيوعيون ملاحدة؟ أليسوا هم كذلك؟ بلى، هم إما شيوعيون ملاحدة أو مشركون يعبدون البوذا. ولماذا نريد أو بعض الإخوة أو بعض الإسلاميين أو بعض العلماء يريد أن يتقوى بالصيد ضد أمريكا؟ ولكن إذا عرفتم التاريخ وإذا عرفتم ما يحصل هذه الأيام في تركستان، ولذلك أتمنى ونتمنى نحن كتركستانيين أن يكون لكم موقف شرعي ولو لم تستطيعوا أن تقدموا شيئا فعلا، ولو لم تستطيعوا أن تقدموا فعلا شيئا، ولكن يكون هذا الموقف الشرعي حجة لصالحكم يوم القيامة. نحن هذا كان موقفنا شرعي، ولكن لم نتقدم أو لم نتمكن من تقديم شيء لصالح هؤلاء المسلمين والإسلام في تلك المنطقة. بارك الله فيكم وشكرا على حسن استماعكم.